توانسة قراوا من المدرسة للفاك في تونس، قراوا وتميزوا وكانوا من الأوائل، واليوم تعرفوا نوصلوا ولاو يخدموا مع اكبر وكالة فضاء في العالم، واللي هي وكالة ناسا الامريكية. سلمى البركاوي اصيلة ولاية تطاوين، وهي واحدة من القادة متاع الجمعية التونسية للفضاء اللي خذت شهادة دكتوراه من فرنسا، وشاركت في مشروع القمر الصناعي التونسي جينسات واحد، وبعدها دخلت للنازا باش تكمل ابحاثها. اما كان في بالكم اللي كان سلمى موجودة في النازا راكم غالطين، خاطر عندنا شاب تونسي اسمه زياد التايب اللي شارك في برنامج ناسا اي تيك، واختاروا المشروع متاعه بين احسن 10 مشاريع علمية لعام 2019، والمتعلق بابتكار رجل آلي يتمتع بالقدرة الذاتية على ادراك المحيط متاعه. بالرسمي حاجه قويه على الاخر انه عندنا شباب كيف سلمى وكيف زياد يخدموا في مشاريع عالميه كيف هذه، ومع شكون؟ مع اكبر وكاله فضاء في العالم الناسا، اللي بكلنا نعرفوا اللي هي تختار النخبه تاع النخبه. وهذا اكيد من نجم يكون كان فخر لتونس اللي مازالت تطلع في كفاءات في المجالات الكل. حسب رايك كيفاش النظام التعليمي متاعنا رغم النقائص اللي فيه مازال يطلع في كفاءات كيف هذه؟ اكتب لي اجابتك في كومنتير.